القدوم في سلام ومحبة إلى بيتك النبيل يا أمون رع يا سيد مدينة المحلات يا معبود يا عظيم يا قوي القوة. المكان هنا جنة بره عذاب الآخرة. النهاردة معانا معبد هيبس، وبنكمل معاكم سلسلة زيارة الأماكن المشهورة في كل المحافظات. والنهاردة معانا معبد هيبس في الوادي الجديد الخارجة. تعالوا بينا نعرف إيه قصة المعبد ده. واتسمى معبد هيبس على أساس الواحد زمان كان اسمها هيبت، وفي الروماني بيتضاف حرف السين زي أوزيرس، فتسمى بمعبد هيبس. لذلك احنا بنقول عليه ده ريبليكا الكرنك، يعني إيه؟ نفس التخطيط بتاع الكرنك. هو مضغوط كداش بوابات دخلني إلى جسم المعبد. ده مخصص لعبادة أمون رع وثالوثه. احنا دول المعبودات الرئيسية في طيبة في الجنوب الأقصر، تابعين لطيبة كواحة تابعة عادية. المعبودة الرئيسية أمون رع، الزوج والأب موت، الزوج والأم اللي جاي من كلمة موت الداخلة، وابنهم خنس المعبود طفل إله القمر. فلحد ألاقي البوابة الثانية دي بوابة من عصر البطلمي، دي روماني عصر الإمبراطور جالبا 69 ميلادية قرن أول. عليها نقش مميز جدا بيمثل دستور البلاد اسمه نص ال 66 اهو. نص ال 66 66 سطر موجود في مجموعة من التشريعات، إصلاحات إدارية، كيفية جمع الضرائب، توريث، تجنيد، معاملة المرأة، كل ما يخص القانون. أول دستور البلاد، وما كانش خاص بالحد، خاص بمصر كلها. وزي ما انت ما شايف، أحدث حاجة في المعبد العصر الروماني، وبعدها العصر البطلمي، وآخر حاجة الأسرة 27 والأسرة 29 دي كانت بقى أساس المعبد. كل الأحجار بتاعت المعبد من منطقة اسمها جبل عين المقطع. ده يختلف عن أبو الهول. قلنا أبو الهول جسم أسد وجه أدمي، ده جسم أسد وجه كبش، رمز المعبود أمون رع. وزيه اللي احنا بنقول 100 رهينة، 100 رهنة، 100 بالمصري القديم يعني طريق رهنة الكباش، يبقى طريق كباش. البوابة الأولى كانت في العصر الروماني، ودي في العصر البطلمي. دي من العصر البطلمي، بنفس الملك بطليموس الثاني سنة 250 قبل الميلاد. بيقدم قربان اسمه الحاح. حاح يعني ملايين السنين، بيقدموا إلى المعبود أمون رع وموت الخنس. المعبد هنا بيحصل فيه تعامل من الشمس مرتين زي ابو سمبل، من 6/9 ويوم 7/4. من رع نب هبت نترع وسر خبش قد انف ومت. محبوب المعبود أمون رع سيد مدينة المحلات، المعبود العظيم قوي الذراع، بنى له بوابة. بيكلمني البوابة دي بيقول لي من ايه؟ سشش ام حمت ستت، يعني المصفح بالنحاس الاسيوي اللي جاي من بلاد اسيا. عليه طبقة كده بعد الخشب بيحط عليه طبقة من النحاس. إمكاد من ختنة نحاس، عمل جيد للأبد، يعيش للأبد. وزي ما احنا عارفين ان المعبد اتبنى علشان عبادة الإله أمون وموت وخنس، ودي كانت المعبودات الرئيسية وقتها. وده المعبد الوحيد اللي فضل من أيام العصر الصاوي الفارسي. 1832 مولر 1824. تمام، كل ده متغطي، هو واقف بسهولة بيروح يكتب. سجل اسمه. دي غرفة سرية، غرفة من فوق غرفة حفظ الأشياء الثمينة الذهبية، طلع لها بسلم للصور. صالة من عصر الأسرة 29 عصر الملك هكر أخوريس سنة 390 قبل الميلاد. معنا إن في واحد تاج الأحمر، أكيد في واحد تاني بالتاج الأبيض والسن الشمالي والجنوب وحدة البلاد. وعندي دي رحايا لطحن الغلال. قول لي ده تكشيف من حوليات حوالين المعبد. ما صنعه من آثاره إلى أبيه المعبود أمون رع المعبود الرئيسي في المعبد نب هبت، وادي علامة المحرات، سيد مدينة المحرات هبت. وجينا بقى لأهم حاجة والحاجة النادرة واللي مش موجودة غير في معبد هيبس غالبا فيما يقال، وهي انتصار الخير على الشر. المعبود ست ده بيقف على مقدمة القارب، دور الخير بتاعه بيقف على مقدمة القارب ده. أول ما يشوف التعبان جاي يروح طعنه، فالمركب تعدي في سلامة، الشمس تظهر في اليوم. لولا الدور الأول ده كانت البشرية انتهت من زمان. الدور ده متجدد، لذلك الصراع ما بين الخير والشر متجدد. انت متخيل ان المعبد عدى ب4 عصور، من ايام العصر الفرعوني وبعدها العصر الفارسي وبعدها العصر البطلمي والروماني. تبدا من اقدم حاجه في المكان اللي احنا فيه ده من ايام الاسره 26 لغايه العصر الروماني. اول بوابه شفناها في الفيديو. القدوم في سلام ومحبه الى بيتك النبيل يا أمون رع يا سيد مدينة المحلات يا معبود يا عظيم يا قوي القوة. جدده لك وصنعه لك ابنك محبوبك الملك داريوس عن خجت. ونبدأ بقى في المكان الأساسي لعبادة الإله أمون وموت وخنسه في اللي احنا واقفين فيه ده. كانت العبادة بره للناس العامة بتاعت الشعب، وجوه للناس المهمة. شايف فوق راسه جسد أخوه وزير، وادي التابوت وادي الموميا.
جمع جميع المعبودات اللي عبدت في مصر وبره مصر. ولو انت لسه متعرفناش، فاحنا بنزور اهم الاماكن والمعالم السياحيه والاثريه اللي موجوده في كل المحافظات، وبنعملها لكم في شكل فيديو متلخص زي ما انتم شايفين كده. لو عجبك المحتوى ده سيب لي كومنت تحت كده وقول لي ايه اكتر حاجه عجبتك في الفيديو. عايز اقول لك ان احنا كنا بنصور في درجه حراره معديه ال 40 حرفيا، بس جوه المعبد تحس ان في تكييف رباني كده سبحان الله. هنا بقى في المكان اللي هتشوفه ده النفق، ولو تعرف القصه بتاعته او عندك معرفه او علم بيه اكتب لي في الكومنتات تحت. لما كانوا بيجي يكتبوا ايه رايك في المكان؟ يكتب كل حرف. الضفدعه كانت بتبيض كام بيضه؟ 100,000. عارفوها ازاي مش عارف. ورمز الضفدع بالنسبة للمصريين القدماء كان بيرمز لعدد 100,000. كان كل المكان اللي قدام ده عبارة عن مية، كانوا بيجوا هنا بالمراكب عشان يمشوا المعبد. والشجرة اللي انت شفتها قدامك دي عامل لها فيديو مخصوص برضو، خش شوفه في البيج دي. شجرة الصمت عمرها أكتر من 250 سنة، وكانوا بيستخدموها في كمية حاجات مفيدة جدا. أنا المفروض في دور تاني فوق، بس عشان في ترميمات مش هنعرف نطلع. يا نهار أبيض، بصوا الأوضة دي تحفة معمارية. قول لي بقى الفيديو خرج من محافظة الوادي الجديد وصل لك محافظة ايه، وايه اكتر الاماكن الاثرية والسياحية اللي مشهورة في محافظتك، واحنا باذن الله هنيجي نعمل لها فيديو ونزورها. وتوقع معايا الفيديو الجاي هيبقى من انهي مكان في الوادي الجديد او من بره الوادي الجديد. حرفيا الفيديو ده كان متعب جدا في تصوير وحتى في المونتاج بتاعه. والاستاذ محمد برضو كان معانا شرفنا في الفيديو ده. لو محتاجين اي حاجه تخص الهيروغليفيه بسم الله ما شاء الله عليه يعني، خشوا تواصلوا معاه هتلاقي البيج بتاعته في اول كومنت عندي. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه او فولو، واعمل شير للفيديو ومنشن للناس اللي تعرفها في كل محافظه. يلا ما تنساش تعمل سبسكرايب وقدرنا، واعمل كومنت وشير لكل الناس. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.